ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده اهم اسئله ماده العقوبات فرقه ثالثه حقوق عربي وانجليزي جامعه طنطا. اول سؤال، تكلم عن مدلول الموظف العام في جريمه الرشوه. تاني سؤال، اختصاص الموظف العام بالعمل. 3، تكلم عن السلوك الاجرامي في الرشوه. 4، تكلم عن عقوبه الرشوه. 5، تكلم عن الاحكام الاجرائيه العامه في جرائم الاختلاس المالي العام والعدوان عليه والغدر. 6، تكلم عن عقوبة جريمة اختلاس المال العام. ده الكتاب الأول. الكتاب الثاني، تكلم عن فعل الاعتداء على الحياة اللي هو السلوك الإجرامي. تكلم عن أسباب الإباحة في القتل العمد. تكلم عن سبق الإصرار كأحد أسباب تشديد العقاب في جريمة القتل. تكلم عن 4، تكلم عن الترصد كأحد أسباب تشديد العقاب في جريمة القتل. تكلم عن القتل بالسم كأحد أسباب تشديد العقاب في جريمة القتل. تكلم عن ارتباط القتل بجناية أو جنحة كأحد أسباب تشديد العقاب في جريمة القتل. تكلم عن القتل العمدي في صورته المخففة اللي هو قتل الزوج وزوجته متلبسا إذا فاجأها يعني متلبسة بالذات. دي بالنسبة لي أهم الأسئلة. طيب أنا أهم الأسئلة دول هكتفي بيهم؟ لا، أنا مش هكتفي بيهم. أنا دول اللي أنا هبدأ بيهم في المذاكرة ودول اللي أنا هنتهي بيهم في المذاكرة، وايه اقرا الباقي. بس اهم حاجه ان انا اكون حافظه دول ان شاء الله. دول مش هيطلع براهم الامتحان باذن الله. بالنسبه لاجزاء القضايا السلوك الاجرامي في الرشوه، وكمان عندي في الكتاب الثاني القتل بالسم والزنا. تمام، ناخد بالنا من الاربع اجزاء دول. اشوفكم على خير ان شاء الله في التوقعات ونظام الامتحان، بس ده قبل ما الامتحان ب4-5 ايام، وكمان طريقة الحل عشان نقدر نجيب تقدير امتياز. اشوفكم على خير، سلام.